في حاجة مهمة جدا لازم كل الأمهات تاخد بالها منها، إن إحنا لازم نعرف جرعة الدواء مظبوطة اللي بنديها للطفل. أولا عشان الدواء يجيب معايا نتيجة، ثانيا عشان ما اديش جرعة أكتر من اللي مطلوبة. طبعا إحنا بنحسب جرعات الدواء على حسب وزن الطفل. يعني لو أنا عندي طفل وزنه 10 كيلو، مش هحسب له الجرعة زي طفل وزنه 20 كيلو أكيد، حتى لو كانوا بالمناسبة نفس السن. فالوزن عندي هنا بيفرق. فخصوصا مثلا في المضادات الحيوية، في خوافض الحرارة مثلا او كده، فاحنا مثلا هناخد الباراسيتامول شراب كمثال لينا عشان ده دواء مشهور جدا. الدواء ده المفروض ان احنا بناخد من 10 ل 15 مللي جرام لكل كيلو جرام من وزن الطفل. يعني لو انا عندي طفل وزنه 10 كيلو هياخد من 100 ل 150 مللي جرام في الجرعة الواحدة، يعني بما يعادل حوالي 5 سنتي من الدواء. تمام. فما ينفعش الطفل ال10 كيلو ده اروح مديله مثلا 10 سنتي، او اروح اديله مثلا 2.5 سنتي. فكده لازم اديله الجرعه مظبوطه بالظبط عشان تقدر ان هي تنزله الحراره والدواء يعمل التاثير بتاعه وما يضروش بعد كده. فعشان كده يا جماعه لازم تخلوا الدكتور او الصيدلي يحسب لكم الجرعه ويقول لكم تدوا كام سنتي في الجرعه الواحده.